أسعد الله صباحكم. أنا في طريقي للهفوف ومعاي صحبة جميلة، معاي بوي ومعاي فارس ومعاي أم محمد الله يحفظها. اليوم معزوم في تجمع جميل مع زملاء من أيام الابتدائية لما كنا في الرياض. بعضهم ما التقيت بهم من أيام الابتدائية، بعض الإخوان تبرعوا وجمعونا في الرياض في نوفمبر الماضي، واليوم بنجتمع في الهفوف بإذن الله. نسأل الله الأجر والمثوبة للي يجمعونا بالخير. أسعد الله أوقاتكم وتقبل طاعاتكم وجعل الفلاح حليفكم على مر الأيام إن شاء الله. يشرفني ويسعدني التواصل معاكم، وأشكر الأخوان وأخوات اللي تفضلوا علي بتعليقاتهم وراءهم يوم أمس. الأخوان كما يبدو كانوا مبسوطين كثير على سناب أمس، الأخوات كانت بعض ردودهم عنيفة ولطيفة في نفس الوقت. واحدة من الأخوات تقول إن الرجال ما يتكلم لأنه مشغول يفكر كيف يبط كبد المرأة، وفعلا ينجح، وال20,000 كلمة ذول يطيرون ما منهم فايدة. الأخت الثانية تقول صح احنا نتكلم أكثر بس في رجال ما يسكتون، أمثال زوجي العزيز ما شاء الله عليه يحب يسولف ويتفلسف بعد. أحب اليوم أخذكم في رحلة سريعة في جمال جنان لغتنا العربية الجميلة. أنعم الله علينا بنعم كثيرة، نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. من النعمة العظيمة أيضا أن الله أكرمنا أن نكون من أهل لغة الضاد، لغة القرآن الكريم، اللغة العربية اللي ما تضاهيها لغة على وجه الأرض. اللغة العربية اللي ذكر الدكتور مصطفى محمود في أحد أبحاثه أن عمرها 8,000 سنة مقارنة بالعبرية اللي عمرها ما يتجاوز 4,000 سنة. اللغة العربية اللي قال عنها المؤرخ ديفيد سامويل أنها أقدم من التاريخ. اللغة اللي تركيبها في غاية الدقة والنظام، اللي كل كلمات اللغة العربية تقريبا إلا ما شذ يرجع إلى 5,663 جذر. تخيلوا 5,663 جذر ثلاثي ورباعي وخماسي تشكل كل كلمات اللغة العربية. تخيلوا أن من هذه الجذور أنا أقدر أطلع اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة وصيغة التعجب أيضا. علشان كذا اللغة العربية ما في لغة توازيها في نمذجتها وإمكانية برمجتها آليا. لغة ثرية في كلماتها ومعانيها. الإمام السيوطي ذكر 600 اسم للأسد، والإمام ابن القيم ذكر 60 اسم للمحبة، ولكل اسم من هذه الأسماء تميز في المعنى. هذه بعض أسماء المحبة اللي ذكرها الإمام ابن القيم في روضة المحبين. اللغة العربية تعطي للشاعر والأديب مساحة من الإبداع ما تتوفر في اللغات الثانية. إذا كانت اللغات الثانية تعطي مساحة للإبداع، فاللغة العربية تعطي فضاء رحب للأديب يتنقل بين السحب البيضاء يقطف منها ما شاء. خلوني أعرض عليكم بيت شعر واحد لو اجتمعوا شعراء اللغات الأخرى كلهم ما استطاعوا أن يأتوا بمثله. البيت يقول: وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. البيت هذا من قصيدة مطلعها: نالت على يدها ما لم تنله يدي، نقشا على معصم أوهت به جلدي. اشتهر بين الناس أن هذه القصيدة ليزيد بن معاوية، ولا صح أنها لأبي فرج الدمشقي. تعالوا معي نشوف جمال التشبيه والمعاني في هذا البيت. البيت من جديد يقول: وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. في هذا البيت كم هائل من صيغ التشبيه الجميلة، خلونا نشوفها واحدة واحدة. في هذا البيت يصف الشاعر بكاء حبيبته عليه فيقول: فأمطرت لؤلؤا، فيشبه البكاء بالإمطار ويشبه الدموع باللؤلؤ. فأمطرت لؤلؤا من نرجس، فيشبه عينيها اللي خرجت منها الدموع بالنرجس. فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا، فيشبه جريان الدموع بالسقاية وخديها بالورد. وعضت على العناب بالبرد، فيشبه شفتيها بالعناب وأسنانها بالبرد. وين تلاقي لغة بهذا الجمال وبهذه الصيغة التشبيهية الجميلة؟ لغتنا فضاء جميل ليت نهتم به ونحلق في فضاء الرحب. أترككم في حفظ الله ولله الحمد. وصلنا، نراكم غدا إن شاء الله.